هو ايه الكوتشنج؟ الكوتش اصلا كلمة انجليزية في البريتش ديكشنري اكتر من الامريكان. هي العربة اللي بتقل المسافر من مدينة الى مدينة. الكوتش العربية بالسواق بتاعها ما بياخدكش يوديك في الحتة اللي هو عايزها. انت بتروح تأجره وتقول له من فضلك وديني المدينة الفلانية. هو بقى عنده وعي بتضاريس المكان، عارف الطريق اصلا انت جايز تكون ما تعرفوش، عارف المطبات فين، عارف المطالع فين، عارف المنازل فين، الكباري، الانهار، السدود، ايا كانت السكة دي، التحديات اللي هتواجه الرحالة مع بعض دول. ومن هنا جت كلمة كوتش، انه هو يعرف حاجات انا معرفهاش، لكن انا عارف انا عايز اروح انهي ديستنيشن، انا عايز اسافر الى انهي وجهة، الى انهي مدينة، انا عايز اروح من الحال اللي انا فيه للحال الاخر، وهو اللي هيساعدني ان انا اوصل. الوجهة بتاعتي انا اللي مأجر الراجل بالعربة بتاعته بالعلم بتاعه علشان ياخد بيدي ويسهل عليا عملية الوصول الى الجهة الاخرى. فما هو ما بياخدليش قراري ان انا اعمل ايه في الرحلة، ما بياخدليش قراري ان انا اروح فين اصلا عشان ده قراري انا اللي عايز اروح. هو كل اللي بيعمله لي ان هو بالعلم اللي عنده، بمعرفته بالمشوار، بمعرفته بالتضاريس وبايه اللي ممكن يحصل فينا في المشوار، هو بيفاسيليتيت التشينج، هو بيسهل عليا عملية التحول، عملية المشوار اللي من مكان الى مكان، من حال الى حال، وبيقويني بانه يديني ادوات تساعدني ان انا ممكن بعد كده اسافر الرحلة دي لوحدي، او اي رحلة مماثلة انا مش محتاج ان انا اروح له تاني. خلاص انا اتعلمت عن نفسي بوعي، اخدت معرفة، وعي اتوعيت بيها، فهمت حاجات كتير، بعد كده انا مش هبقى محتاج له دايما. اتقويت، اتوعيت، بقت عندي معارف، عرفت السكك شكلها ايه، عرفت قوانين الكون والنفس شكلها ايه، فانا ممكن امشي خلاص لوحدي، مش محتاج معايا واحد تاني بالعربية والسواق عشان يوديني من حال الى حال، من مكان الى مكان.